مرحبا بكم متتبعي الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. فاجعة تهز المغرب ويتوطأ فيها رئيس جماعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والانضمام إلى القناة لتتوصلوا بجديد أخبارنا. تواصل مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بمير اللفت فك خيوط شبكة الهجرة غير القانونية الواقفة وراء تنظيم العملية التي أودت يوم 30 دجنبر الماضي بحياة أكثر من 13 شخصا وآخرين في عدد المفقودين جراء انقلاب قارب مطاطي على مستوى إكني وأعراب قرب شاطئ أوميناتاركا بمير اللفت. ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدتنا من مصادر مطلعة، فإن التحريات التي تباشرها عناصر الضابط القضائي المكلف بالبحث في القضية أسفرت هذا الأسبوع على تحديد هوية 3 أشخاص يتحدرون من جماعة أصوبيا يشتبه في ارتباطهم بالأعمال الإجرامية سالفة الذكر، منهم رئيس جماعة.